السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في فيديو جديد. والنهارده معانا مراجعه فيلم انفلونسر. فما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير للفيديو، ولو انت اول مره تشوفني وعجبك المحتوى وحابب تشوفني مره تانية فاشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا. اثناء سفر ماديسون الشخصيه المؤثره على وسائل التواصل الاجتماعي تلتقي بفتاه غريبه ويبدأان رحله سويا، ولكن اهتمام الفتاه الغريبه بماديسون ياخذ منحنى اخر. اول سبب كان مشجع لان انا اشوف الفيلم ده ان هو من انتاج شركة شادر. الشركة دي هي شركة بتنتج افلام معظمها بيبقى افلام لو بادجت زي فيلم النهاردة، حتى هي ما بتبقاش المنتجة الوحيدة ليها اساسا، بيبقى معاها شركات تانية. لكن الشركة دي متميزة في افلام الرعب اللو بادجت، يعني هم بيعرفوا يعملوها بشكل كويس، ومعظم الافلام اللي شفتها اللي كان اسم الشركة دي موجود فيها كانت كويس. نروح لجزئية القصة والسيناريو. نقطة القوة الاولى في الفيلم هي القصة بتحتوي على عدة نقط كده كانت قوية جدا. اهم نقطة فيهم هو ازاي الفيلم بيوضح خطورة الذكاء الصناعي، ازاي عصر التكنولوجيا اللي احنا فيه والجانب المظلم منه، وازاي اصلا ان التطور التكنولوجي ده بقى شيء مرعب. دلوقتي ممكن تلاقي ليك فيديوهات معمولة بالصوت والصورة في مكان انت ما كنتش موجود فيه ولا تعرف عنها اي حاجة، ولكن بالذكاء الصناعي والتطور التكنولوجي اللي احنا وصلنا له ممكن نلبسك اي تهمة عادي وانت اصلا مش دريان بالدنيا. دي نقطة قوة موجودة وهي قوة السوشيال ميديا. ازاي قوة السوشيال ميديا موجودة اليومين دول قادرة على ان هي ترفعك في يوم ل7 سما، في اليوم اللي بعديه تنزلك في 7 ارض. زي ان كل الناس بقى دلوقتي عندها صفحات وتقدر تقول رأيها فيك بكل سهولة. يعني ممكن تلاقي في يوم الناس كلها بتتكلم عنك كويس وكده، رك اشاعة صغيرة بس ما تطلع عنك ان انت عملت حاجة وحشة، تلاقي كل الاراء كلها ضدك بدون حتى ما يكونوا عارفين انت مظلوم ولا انت فعلا عملت الحاجه دي. بالاخص لو انت شخصيه مشهوره، حتى لو انت شخصيه مشهوره وطلع عليك اي اشاعه هتلاقي اصحابك اللي هم المشهورين زيك برضو بيتبرؤوا منك، اللي هم كانوا الاول حبايبك واصحابك وش تلاقي دلوقتي لا ده بيتبرؤوا منك. ده فعلا كان باين عليه بوادر ان هو ممكن يطلع منه الفعل ده، وهتلاقي كل الناس بقت ضدك فجاه. هي دي قوه السوشيال ميديا اللي موجوده اليومين دول. تالت حاجه وهي انك اوعى تثق في اي حد، خصوصا لو انت في بلد مش بلدك. كمان شخصيه مشهوره فوارد جدا ان يكون حد من المتابعين بتوعك هو يتمنى لك الشر، وعرف ان انت موجود في بلد ما وهو موجود فيها، فبيعمل خطة علشان هو يوصل لك ويأذيك بأي شكل من الأشكال. وقصة الفيلم الحقيقة محتوية على بعض العوامل القوية جدا والعوامل اللي موجودة اليومين دول، مما خلى القصة دي ان هي تكون مهمة. كمان الفيلم قدر يقدم العالم بتاعه بصورة كويسة. يمكن الريتم كان بطيء شوية في بداية الفيلم، ولكن بالنسبة ان احنا بنتكلم في فيلم رعب جريمة فمعروف ان دايما الافلام اللي من النوعية دي لازم الريتم يبقى بطيء في البداية. بس ممكن بعد اول تلت في الفيلم هو اللي بيبقى فيه شوية ملل، ولكن اللي بعد كده كله بيبقى كويس ومفيهوش اي ملل. ده بجانب انك هتعيش في احساس من القلق والتوتر وصولا للنهاية، اللي النهاية كانت حلوة جدا وانا خصوصا يعني اتكيفت منها. الحاجة اللي كانت محتاجة لبعض التعديلات او بعض الشغل في القصة هو ان الفيلم سابني بشوية علامات استفهام حول قصة البنت الغريبة اللي موجودة، اللي هي سي دبليو، اللي هي البنت اللي بتظهر من العدم وبتعمل صداقة مع الشخصية المؤثرة اللي موجودة. كنا محتاجين نتعمق اكتر في الشخصية دي لان في شوية حاجات وهي حصلت في الفيلم كانت محتاجة لبعض التفسيرات او مثلا بعض النظرات عن الماضي بتاعها وايه اللي وصلها لكده. لان بعد انتهاء الفيلم انا عايز اعرف ايه اسبابها، لان هي بتعمل الحاجات اللي كانت بتعملها في الفيلم، ولكن الفيلم سابني بعلامات الاستفهام اللي موجودة فيا والاسئلة اللي موجودة بدون اجابات. ونروح للاخراج. مخرج الفيلم هنا هو مخرج شاب اسمه كيرتس ديفيد هاردر. طبعا انا مشفتلوش اي حاجه قبل كده، فيعني ممكن يكون دي من اعماله الاوليه اساسا. الاخراج هنا عموما جيد، يعني هو قدر بقى يلعب شويه على الطبيعه بتاعه تايلاند اللي احنا موجودين فيها وابراز بقى مظاهر الجمال اللي موجوده، وكمان نجح في انه يعيشني من جو من القلق والتوتر شويه خصوصا في اخر الفيلم. لكن في حاجه غريبه حصلت في الفيلم، انا مش عارف بقى، ممكن بعض الناس تعجب باللمسه دي وبعض الناس ما تعجبش، وممكن بعض الناس اصلا ما تفرقش معاها الحاجه دي. بدايه الفيلم جاب الشركات المنتجه بتاعته وبعدين دخل في القصه على طول، فضل ماشي في القصه لغايه ما وصل تحديدا للدقيقة 27. من هنا بدأ يقدم الأبطال بتوعه، يكتب أسمائهم ويكتب حتى اسم الفيلم. فمش عارف الحقيقة إيه الغرض من اللمسة دي، ويعني ممكن ناس تعجب بيها وتقول والله ده تجديد، ممكن ناس تقولك إيه الهبل اللي بيحصل ده، ممكن ناس زي كده مش فارق معاها الصراحة، فارق معايا الفيلم وقصته. اما عن الاداء التمثيلي فالبطله او اكتر شخصيه موجوده معانا هي كاساندرا نود، اللي عملت اداء تمثيلي كان حلو جدا، خدت المساحه وكان الدور بتاعها محتوي على عده تحديات تمثيليه وقدرت تعملها بشكل كويس قوي. ولكن ما دون كاساندرا نود فالشخصيات الباقيه اللي ظهرت ما خدتش المساحه الكافيه، واللي اخذ المساحه منهم ما قدرش ان هو يبرع في الاداء التمثيلي الخاص بيه. تقييم الفيلم انفلونسر هو 7/10. الفيلم ده فيلم قوي، هو فيلم لو بادجت، ولكن قدر ان هو يديني تجربة جميلة جدا، خصوصا على مستوى القصة وابراز خطورة عالم التكنولوجيا اللي احنا عايشين فيه دلوقتي.
فارشح الفيلم ده للمشاهده، ولكن هو زائد 18 ومش هيعجب كل الناس، هو لون مش مناسب لكل الناس. دلوقتي هتكلم سريعا كده عن نقطه النهايه ولكن بحرق، فلو ما شفتش الفيلم فالفيديو بالنسبه لك انتهى كده. للناس اللي بتحب تفسير النهايه، هو النهايه هنا مش محتاجه تفسير، ولكن في نقطه هتنطرح اللي هو ازاي البنت فضلت عايشه طول المده دي على جزيره بعيده ما فيش لا اكل ولا شرب، ولكن مع ذلك هي فضلت عايشه. في مشهد كده اول ما هم راحوا الجزيره وكانوا قاعدين حوالين النار، فكانت هي بتقول ايه ده انا ما قعدتش حوالين النار دي من زمان جدا، يمكن من 10 سنين، من ايام ما كنت في الكشافه. فمعنى ده ان هي كانت في الكشافه وهم بيتمرنوا في الكشافه على ازاي ان هم لو اتوجدوا في مكان زي ده يقدروا يعيشوا ويستغلوا الطبيعه اللي موجوده حواليهم، ان هم يعملوا منها ميه، يدوروا على الاكل ازاي، الطرق المعيشه في الاماكن المهجوره. فهي بكده قدرت تعيش المده دي. ده شيء بالنسبه لي انا كان طبيعي، ما فيهوش اي حاجه خارقه للعاده او اي حاجه غير عقلانيه من الفيلم. وبس كده اعزائي المشاهدين، نكون خلص فيديو النهارده. ما تنسوش لو عجبكم تدعموني بلايك وشير لي، واللي حابب يشوفني في فيديوهات تانية يتاكد ان هو مشترك في القناه ومفعل الجرس عشان كل جديد يوصله. واشوفكم تاني في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله. السلام عليكم.